السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، بعد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. جمعة مباركة إن شاء الله، وأهلا بكم في حلقة جديدة من الكرة مع الأزوري. أنا غبت شوية كده المرة اللي فاتت، ما كانش في أحداث رياضية كبيرة قوي يعني، أو أحداث في الكورة نطلع نتكلم عنها. زي ان كان يعني الواحد كده مزاجه، ربنا يصلح حالنا وحالكم ان شاء الله. احنا هنتكلم النهاردة عن حاجة يعني من بعد الزمالك ما فاز ببطولة السوبر الافريقي دي، والاعلام الاحمر ده حاجة يعني عجيبة. يعني فوز الزمالك عمل كل دون، يعني فوز الزمالك جنن الاحمر كده، جننهم خالص. الاعلام الاحمر ومعاونيه وخدامينه كلهم يعني زي ما يكون في عازة عندهم. حاجة عجيبة جدا الإعلام عندنا ده. يعني اطلع ادي الراجل، اطلع ادي الناس دي حقها، اطلع ادي قول الزمالك كان أحسن عشان كده هو فاز. ايه يا عم متضايق من ايه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ايه في ايه اللي جرى يعني؟ الزمالك كسب خلاص، خلصنا. بكرة الأهلي يكسب يعني. مفيش حد بيكسب على طول، ولا حد بيفضل مهزوم على طول. يا جماعة دي رياضة فيها فوز وهزيمة، ليه كده؟ لا، ليه كده؟ يعني الواحد معروف يعني، ما هو ممكن لا قدر الله يعني الاهلي ده يكسب الزمالك في السوبر، لو وصلوا يعني الاتنين. يعني انا هيبقى ماتش الزمالك صعب جدا مع بيراميدز. وطبعا سيراميكا الاهلي به، فمش فارقه يعني الاهلي يكسب سيراميكا عادي، او فهتبقى عادي يعني. سيراميكا ده معروف ان الاهلي به، هو وزد ومودرن والعالم دي معروف يعني، والجونه معروف ان دول الاهلي ب وجيم ودال معروف. معروف ان الناس دول الانديه دي تبع الاهلي. معروف الراجل اللي اسمه بتاع مودرن ده اللي طالع كل ما يطلع يقول لك احنا تحت امر النادي الاهلي، والاهلي ليه دلال علينا وكده، عادي يعني، فمش فارقه. وبتاع سيراميكا ده اللي قامت الدنيا وما قعدتش على صديق وجوله عشان ما يروحش الزمالك. واحمد بكا مهما برضه ما فيش فايده، مش عايزين يودوه الزمالك. كل ده عشان خدامين للاهلي، معروفة يعني. مش حاجة يعني، حاجة بالعقل كده عادي، حاجة معروفة عادي يعني. ومحمد اسماعيل وزد ده كمان. محمد اسماعيل ايه يا عم؟ بتاع الكباري ده اللي بيطلع على مودرن، على اون تايم سبورت بالليل. عقبالك انت كمان لما تشال زي التاني ده. ايه يعني الراجل محمد اسماعيل ده، الزمالك عايز محمد اسماعيل والزمالك عايز منكم فلوس. ايه المشكلة يعني؟ مش عايزين تودوه وتاخدوا الامر من الاهلي الاول عشان يقول لكم بيعوا محمد اسماعيل للزمالك؟ ها، وانا هو انت اهو. لو زيكو راح الاهلي يبقى محمد اسماعيل هيروح الزمالك، عشان يبقى ايه قال ايه يعني، عمل توازنات. واحتمال كبير قوي ما يودوش محمد اسماعيل علشان خاطر الزمالك، عشان عشان ما يزعلوش الاهلي. ليه كده؟ دي شواهد وباينه يعني، العقل هو اللي بيقول الكلام ده. دي شواهد وباينه قدام كل الناس الحركات اللي بتحصل دي. وفي برضه لعيب في خط النص في مودرن برضه الزمالك كان عايزه، بس يعني برضه عملوا نفس الفيلم ده. زي ما عمر كمال، فاكرين؟ من 3 سنين كان ماضي للزمالك وخلاص، ومية مية. القيد وقف، راح المودرن، القيد اتحل. الكابتن شوبير والكابتن اسمه ايه ده اللي هم بتوع مودرن
مرضوش يودوا عمر كمال للزمالك، ياخدوا الاهلي. اسال الاهلي الاول، ايه اودوا عمر كمال؟ لا، بعدها على طول عمر كمال راح الاهلي. عرفتم ليه بقول لكم فاز الفريق الاشرف؟ ايوه، فاز الفريق الاشرف، فاز الفريق الاشرف، نادي الزمالك. وهو ده اللي هيجننهم. الزمالك واقع، ما عندوش، ما فيش صفقات. الكود ممكن يتقفل الكود في اي لحظه. النادي متوتر، النادي في صفقات ما جربهاش، عكس الجنب التاني لعبوا الصفقات بتاعته الجديده اللي لعبت معاه. فالزمالك كسب. ازاي بقى الزمالك يكسب وهو واقع كده وضايع ومفيش استقرار ومفيش صفقات ومفيش اي حاجه تدل يعني ان هو عادل؟ غير الناس اللي طلعت اتريقت، الناس اللي طلعت اتريقت. اللي هو انا يعني عندي مشكله يعني في يعني فكره في الموضوع. الناس دي لو عندها، لو متعلمه اصلا، لو عندها يعني كملت تعليمها او ثقافه حتى يثقف نفسه، مش هيطلع يقول كده ولا يقلس عن نادي الزمالك. من اول اكبر واحد فيكم، شوفوا رئيس النادي بتاعكم ده عنده ايه، معاه ايه في شهادات يعني، لغايه اصغر واحد. شوفوا كده حصل على ايه اللي طلع يتكلم وقلس على الزمالك ده. هو اللي كان مستضيفه، اللي الجوهري قفشه بفعل فاضح لما كان في فعل في منتخب مصر. معاهم ايه دول؟ عشان انا اخد ثقافه منهم مثلا او اسمع منهم رياضه. يعني الواحد ما بيشكرش في نفسه يعني. انا من زمان جدا ما بسمعش العالم دي خالص، ولا تحاليل، اي تحاليل رياضيه ولا اي الكلام ده ما بسمعهاش من العالم دي، لان ثقافتهم على قدهم يعني، كلام ما فيش ثقافه. يعني بسمع ناس تانية تحاليل اجنبيه، ما بسمعش العالم ده انا خالص. من ساعه ما عملوا الكوره مع شوبير في دريم زمان كده في بدايه الالفينات، ما بسمعش العالم ده خالص. يعني كنا قاعد كده واحد يقول لك الناقد الرياضي بجريده الاهرام، الناقد الرياضي تسمع الناقد الرياضي يقول لك ده سنه 2006، وانا فاكر التصريح ده كويس جدا. طفيت التلفزيون بعدها اقسم بالله. طلع يقول لك على المنتخب، كان سنه 2006، يقول لك حسام حسن ما ينفعش في خطه 4-4-2. اصل ما ينفعش يلعب فيرود في خطه 4-4-2، اصل حسام حسن ما يعرفش يعملها، ما يعرفش يلعب في الطريقه دي. انت مين يا عم اللي بتتكلم؟ انت تعرف خطه 4-4-2 دي بتتعمل ازاي؟ ولا نسبها ايه؟ ولا النسب الهجوميه والدفاعيه بتاعتها ايه؟ ولا كل فيرود مهامه الدفاعيه والهجوميه بتاعته ايه؟ طب انت تتكلموا في الكوره وانتوا اصلا مش عارفين حاجه. نفس الراجل ده برضو اتكلم في ماتش السوبر برضو، وكان قاعد جنب اللي اسمه مدحت شلبي ده، اللي بيطلعوا علينا بتاع بيبو وبشير، مش الكلام الفاضي ده بتاع زمان ده. دي الثقافة، هي دي الثقافة. لو الناس دي عارفة يعني ايه روح رياضية واخلاق والكلام ده كله، ما يقعدوش يقلسوا على الناس، ولا يقعدوا يقول لك شفت ما جراش النهارده. ما عبد الله السعيد انا اتكيت عليه جامد في التحليل. انا عبد الله السعيد شفت ما فيه. ما هي العالم دي اللي بتنقل الثقافة للناس اللي بتسمعها. انا بقى ما باخدش ثقافتي من العالم دي خالص، باخد ثقافتي من ناس، بسمع ناس بره، من يعني ناس اجانب ما يعني تتكلم في التحاليل وفي الكلام ده كله، في استوديوهات عاديه، استوديوهات ابو ظبي الرياضيه، واستوديوهات استوديوهات دبي الرياضيه، واستوديوهات الSSC والكلام ده كله. يعني في ناس اجانب بتيجي ملهاش ميول، تتكلم صح فكر. والبي ان سبورت طبعا، بس يعني لما كانوا بيحللوا يجيبوا ناس اجانب يعني. بيحللوا دلوقتي بيجيبوا ناس اجانب في الشامبيونز ليج بس، او لو في ماتشة كبيره يعني. هي دي الثقافه اللي انا بقولك عليها يا عم. ثقف نفسك انت، معاك تعليمك على قدك. هو ده انا بتكلم على الميتاليتي. محمد صلاح دايما يتكلم على كده. ثقف نفسك، هات اي حاجه اقرا فيها، اتعلم تتكلم ازاي، وتعلم ما تسخرش من الناس، وتعلم ما تسخرش من النادي القلعه التانية الرياضيه في مصر.
مع قلعتين معروف، قلعة النادي الأهلي وقلعة نادي الزمالك، أكبر قلعة رياضية، أكبر اتنين قلعتين رياضيتين في مصر معروفين. تطلعش أنت بقى تقلل من الزمالك، ما ودك فوق دماغك أهو في السوبر الأفريقي. عملت إيه؟ هو ده أهم حاجة، الواحد يثقف نفسه، يعرف إزاي يتكلم، يعرف إزاي يقول، يعرف إزاي يطلع الكلمة من يعني ي- حتى لو أنت مش دارس، أو حتى أنت تقرأ تتعلم، ثقف نفسك. مش تطلع كده. أنا يعني أنا واحد من الناس قمت قافل التلفزيون على طول، ما بسمعش العالم دي خالص. متضايقين عشان حسين لبيب كتب أكبر قلعة رياضية في مصر. طيب ما إيه يعني، إيه المشكلة يعني؟ ما أنت عرفنا بالشعار بتاع نادي القرن، أنت على قناتك عرفنا بيه. إيه المشكلة يعني؟ إيه اللي مزعلك؟ بطلوا بقى قرف بقى الناس اللي تطلع تتكلم في التلفزيون دي لازم تطلع ناس مثقفة، ناس تطلع تتكلم بوعي عشان توعي الناس. مش كفاية الجهل اللي الناس فيه، كفاية الجهل اللي الناس فيه. ناس تطلع كده تتكلم كويس، ناس تطلع تقول. ده بقالهم يومين ماسكين نادي الزمالك اكبر قرار، قاعدين يقلسوا برضه ومفيش فايدة. ما انت عرفنا يا عم بنادي القرن ان انت اخده ظلم، ظلم. حد طلع يتكلم؟ حد طلع قال حاجة؟ ما عشان الاعلام كله احمر معاكم. حتى انا نفسي بنصح ولادي، بنصح الناس كلها، لازم تبقى عندك ثقافة، لازم تعرف. اقرا اي حاجة، اقرا في الادب، اقرا في العلوم، اقرا في اي حاجة، ثقف نفسك. لما انت تثقف نفسك هتعرف تقول ايه، وهتعرف تتكلم، عقلك ده هيفكر قبل ما تتكلم. شكرا ليكم، جمعة مباركة ان شاء الله، والكرة مع الازوري هتكون جميلة وبيور. السلام عليكم.